سايس خو. اي سيدي السلام عليكم واهلا وسهلا واهلا بسي قيس واهلا بسي جميل. لا اسمعوني هو جبت لكم اخويا الصغير داشة مو في بالكم صلاعه فد في الدار مسكين يحب يتفرهد. قلت له نزك واحد سي قيس صعيد وسي جميل دخلاوي تبنك بحذاهم تو تعمل جو يا بحذاكم يعدي النهار وتو نرجع من بعض نز وي بوم 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 باي باي. السلام عليكم. نعم اهلا بك يا دهشه بحذانا وتنسيوك في جو القرايه وتعمل جو بحذانا اليوم وتروح شيخ بحول الله. تفضل بنك بحذانا. عسلامة عم جميل شنو احوالك؟ عمي قيس لاباس؟ بالله باش نسألكم نحكيو شوية في السياسة. أنا بطبيعتي ما نفهمش برشا. سي قيس شنو هي حكاية الحكومة الجديدة والدستور اللي باش يكتبوه؟ أهلا بك يا دهشة. الدستور أو مقترح الدستور هو ليس إعدادا أو استعدادا للانقلاب على الشرعية، بل على العكس. فلا يذهبن الظن بالكثيرين بأن العمل يتم خارج أطر الشرعية. هي هيئة استشارية لتناول جملة من المسائل ولتقديم جملة من التصورات والمقترحات. سامحني يا عمي قيس ما فهمتكش ايش تحكي. انتظر يا بني. فالشرعية هي بطبيعة الحال ملاذ الجميع، فلا يجب أن تكون تونس حبيسة لنص قانوني، فالنائب لا يتمتع بالحصانة إلا إذا تحصن بها. سامحني يا عم قيس ما فهمتكش ايش تحكي بالضبط. تنجم تحكي معايا بالدارجه ولا بالعربي؟ ما فهمتش ايش قاعد تحكي. عفوا يا قيس وقاتيوكا، استمع لي انا يا دهشه. الدستور في الأصل هو كلمة بيزنطية، فجاءت كلمة دستور. هنالك من يقول دستورة وقرسورة، دستورة على اليمين دستورة على اليسار، هكذا جاءت كلمة دستور. هي في الأصل بيزنطية. سبارتاكوس في يوم من الأيام لما كان في حومة البيزنطة في بيزنطة. بالله لحظة يا عم جميل كي دخلتني بعض عاد يولي عم قيس خير. لا اسمعني عم قيس، مش بيهم نهار كامل مكبشين على لغة شرعية وانتخابات وتسييسي وتصري الحكاية هذيك، أما بالله مش كيما قبيلة. الدستور أو المجلس التأسيسي ليس إعدادا أو استعدادا للانقلاب على الشرعية، بل على العكس. فلا يذهبن بك الظن وبالكثيرين بأن العمل يتم خارج أطر الشرعية، فالشرعية أو التأسيسي هو بطبيعة الحال ملاذ الجميع، فلا يجب أن تكون أنت يا دهشة حبيسا لنص قانوني. لذلك عليك الخروج من العالم الثالث والدخول في عالم الأرستقراطيات، لأن ذلك. بالله لحظة عمي قيس باش تهبني هكا ما فهمت شيء عاد. كان نرجع نقرا خير جاي باش نتفرج انا في صلاعة دخلتني بعضي والله باش تهبلني. لا وبالعكس لن تهبل، لأن الهبلة ليست ملاذ الجميع، فالهبلة هي بطبيعة الحال يجب أن تكون حبيسة لنص قانوني. لذلك يقولون مهبولة وزغرت لها في أذنها. بالله عليه شكل يا عم قيس شو عملت لكم والله ما فهمت شيء. ما فهمت حتى شيء. باهي بختار بلا سياسة. عم جميل باهي نحكيو على الكورة لا شك والله خوفتوني بالحكايات اللي حكيتوهم. عم جميل صعيبة زعما كيف اللي باش تلعب لها تونس في اخر الجمعة سيراليوني. نعم اتركني اتحدث يا دهشة. سيراليون كذلك هي كلمة بيزنطية. كيف جاءت سيراليوني؟ هنالك من يقول يصير رجال، هنالك من يقول السيراليوني، وفي حديث بين البيزنطة في بيزنطة يقولون أن السيراليوني هو شقيق فتحي العيوني. عفوا يا جميل سأقاطعك، لأنه حسب القانون الدستوري وحسب الفصل 18 الصادر في 38,600 فإن السيراليوني هي كذلك ملاذ الجميع، فالسيراليوني هي بطبيعة الحال لا يجب أن تكون حبيسة كذلك لنص قانوني. يا ولد عليه ساكت انت تشبيكم مرجتوني اختارني بلا ترطر وشرعية وملاذ وجملة من المسائل وتشنين بيها عليا. والله واحد يرجع يقرا خير وفي بالي جاي متفرج يا اخي طيب ماني مروح. السلام عليكم وقالوا ملاذ الجميع. سايس خو